السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أمين إيمينير، فيسبوك يحر كما يعرفوا سميتو الأغلب الناس. نود منك في البداية تعطينا البطاقة الشخصية ديال. البطاقة الشخصية أمين إيمينير، مواليد التسعينات، بكالوريا في 2011، دبلوم تكنيسيان سبيسياليزي في 2014، شمول في 2015، مناضل في 2016، 2018 فيسبوك يحر. كيف كانت البداية النضالية ديالك؟ البداية النضالية ديالي هي لما تم اعتقال الصديق ديالي مشكار. من تما كانت البداية. تمام. واجهتي بلا شك واجهتي عراقيل في هذا المجال وفي هذا العمل التطوعي. كاينه شي حاجة ما فيهاش العراقيل. هذا المجال هذا العراقيل اللي كاينه تقريبا هو الجهل. الجهل فقط هو كنقول لك تقريبا هو الحاجز الوحيد اللي يقدر ما يخليش الانسان يكمل في هذا المسار، الجهل. ابرز العراقيل اللي تلقيتي في هذا هو الجهل. هو جهل بعض المواطنين هو اللي كيخليهم هما كيستفزوك، كيقولك شي كلام اللي فهمتي كيحطموك كيهرسوك. داكشي علاش انت خاصك تكون عندك واحد القوه في الداخل ديالك كبيره باش تستمر، فهمتي؟ يعني ما عندناش حنا تحفيز ديال اي حاجه في البلاد. المشكل عندنا في البلاد ما كاينش التشجيع. ما عمره ما كان شي عراقيل من طرف شي مسؤول مثلا ولا شي جهه ما. الحمد لله ما عمر كانت شي حاجه بحال هكا. سؤال، ما تعليقك على ما يتم ترويجه من شبه وتفاهات عبر وسائل التواصل؟ التعليق ديال الشبه انا كنعلق على اساس ان داك الشيء ما عنده هو كيلقى اقبال، فان الشعب باغي تفاهات وباغي الشيء اللي كتقول، فهمتي؟ يعني انا جيت نشرت واحد الحاجه تافهه لقيت اقبال، غنزيد نشر واحده اخرى، نشرتها ما لقيتش اقبال، ما بارطاجات حتى واحد، ما انتقدني حتى واحد، صافي راه ما بقيتش غنشر حاجه اخرى، غنحاول نشر شي حاجه اللي كيتفاعلوا معها الناس. كيف تقيم في المغرب حرية الرأي والموقف والتعليق على الأحداث والجرأة في التحليل؟ في المغرب خذ راحتك، عبر كيف ما بغيتي. في المغرب الحمد لله كاينه حرية التعبير، بزاف اللي قال لك ما كايناش حرية التعبير. كما قلت لك الاخ ديالي، حرية التعبير في البلاد راه كاينه، عبر كيف ما بغيتي. كاين شي دابا تقدر تعبر، ولكن خاصنا نلمسوا التغيير، خاصنا حنا حرية التعبير يكون حتى التغيير. يعني دابا كنجي كنقول لك هو انا ما بغيتش هذه الحاجه، يعني التعبير خاصو يكون فعال. انت فاهم، خاصو يجيب نتيجه. الحمد لله عطاونا حرية التعبير، ولكن عبر كيف بغيتي، ولكن انا راسي قاصح، يعني ما عندهاش نتيجه. بعض المتابعين يعتقدون أن اعتقال الإعلاميين كتوفيق بوعشرين وحميد المهداوي ومول الكاسكيطة بسبب الجرأة ديالهم في التحليل والتعليق على الأحداث وتسليط الضوء على القضايا المسكوت عنها، ما رأيك في هذا القضية؟ خويا ما نقدرش باش نصارحك، ما نقدرش نقول شي حاجة وانا ما عالمش بها 100%، ما حاضرش. اعتقال مول كاسكيطا جا من بعد كاين عنده واحد التهم ديال النصب، وعنده تهم يمكن ديال واحد السيده متابعه في طنجه. الا كنا بغينا ندافعوا عليه اتصلت بنا السيده وعاودت لنا المشاكل ديال الابتزاز والنصب ورجعنا للور. ما عرفتش شنو التهمه عنده، فهمتي؟ داك السيده انا ما عرفتش شنو عنده، يعني ما معاشوش 100% وما عرفتش القضيه ديالو لحد الان، باقي القضاء ما قالش الكلمه ديالو. لا هذه قضيه 27 هذه اللي مازال ما بقاش فيها القضاء ديالو. توفيق بوعشرين ما فهمتش فيها والو، الاتجاه في البشر اول مره كنسمعها. شوف منادي فيديوهات قالوا كاين فيديوهات جنسيه، ما فهمت والو واش كاين ولا ما كاينش، يعني ما نقدرش نحكم لك. انا ندوي لي على راسي، ندوي على الاصدقاء ديالي، ندوي على الصور، ندوي على المشكاره. مرحبا. بعض المراقبين يقولون أن جل المواقع الإلكترونية بالمغرب أصبحت خاضعة للإملاءات كما أشارت نبيلة منيب، هل تتفق مع هذا التحليل؟
اصبحت خاضعه للاملاءات. يعني على سبيل المثال مثلا الصفحه ديالك لما كانتش انا متلائمه. ما خاضع ما خاضعاش للاملاءات، انا خاضعه للناس ديال الشعب والاراء ديال الشعب، ماشي ما يمثلش يعني واحد يملي عليا انا. الصفحه ديال ولاد الشعب كما ولاد الشعب انطلاقه حريه الراي، كتبان لي شي حاجه كنكتبها عادي كنعبر بلا ما نجرح الاخر. اخيرا سي امين، رساله للاعلام البديل دون الرسمي، نساو الاعلام الرسمي من جرائد الكترونيه وصفحات، شنو هي الرساله اللي تبغي توجه لهم؟ انا كنوجه رساله لجميع الجرائد الالكترونيه هو انهم يسلطوا الضوء على معاناه ديال الشعب، ونتمنوا انهم يلبيو رغبات ديال الشعب وما يفقدوش الامل كما فقدنا الامل في الاعلام الرسمي ديالنا اللي كنلاحظوا بانه شتان بين ما ينقل في التلفزه المغربيه وبين ما نعيشه في الواقع. وهادشي اللي شكرا سي امين. لا شكر على واجب، وتحيه للاخ تاج الدين، وشكرا لجريده هانس نيوز على الاستضافه. ونقول لكم قبل اليوم جيتوا صدفه والحمد لله، واخا ما كناش موجودين ولكن شي حاجه اللي في القلب راه كتقال، ولا ما نحاولوا شكرا سي ما نزوقوش. شكرا. تحياتي.